النهارده هنعمل مع بعض الفراخ البروستد تجنن يا جماعة، شايفين هي بتحكي عن نفسها أصلًا، خطيرة والّا بcover بقى مقرمش كده وبُصّي لو قعد معاكِ يومين حتى في التلاجة هتاكليه مقرمش وأنا باقول لِك وباتحداكِ، يجنن يا جماعة خطير، بُصّوا الحلاوة أنا الدبوس الأولاني جيت أدوقه عشان أوريكم اللحم من جوّه عامل إزاي، بألف هنا وشفا ما لحقتش أصلًا أوريه لكم، تعالوا بقى بافتح معاكم واحدة تانية وشايفة سخنة ملهلبة، بس شايفة قلبها أبيض زيِّك يا فُل أنتِ إزاي، يالّا بقى لو بتتابعيني ما تنسيش تحطّي اللايك، اللهم صل وسلِّم عليك يا حبيبي يا رسول الله، ونسمّي الله ونقول اللهم بارك. جِبت هنا فرختين كانوا تقريبًا عاملين كيلو 100 أو كيلو 200 أقصاكِ كيلو و300 تمام، هاتيهم بقى حطيت عليهم كده عصير 5 ليمونات في مَيّة بعد ما غسلتهم كويس جدًا وقطّعتهم الفرخة ل8 قطع، ورُحت نازلة عليهم بدقيق، انزلي من 5 ل8 معالق كبار هرمية من الدقيق، وشوية من الخل وقلّبتهم كويس جدًا في الفراخ. وغطّيهم بقى وسيبيهم في التلاجة يقعدوا لهم من ساعتين ل4 ساعات تمام، لو أنتِ عملتيهم ونسيتيهم في التلاجة وباتوا معاكِ لتاني يوم مش هيحصل أي حاجة. تعالي نعمل بقى التتبيلة الأساسية، معلقتين كبار من الملح، معلقة كبيرة من البصل البودر، معلقة كبيرة من التوم البودر، وهننزل هنا بمعلقة كبيرة من الفلفل الأسود أو لو عندِك أبيض حطّي، نُص معلقة من الكركم، معلقة كبيرة، وهننزل بمعلقة كبيرة من البابريكا ويا سلام، سلام لو مدخنة. بتفرق جدًا، ربع معلقة كبيرة من الشطة، وهانزل بكيسين من مرقة الدجاج الفورية اللي هي البودر، ما عندكيش وعندِك بتاعة العطار حطي معلقة صغيرة هرمية، والكيس ده بيفرق جدًا يا جماعة في الطعم، بيقولوا عليه عند العطار الملح الصيني تمام، وربع كوباية من الصويا صوص الفاتح أو الغامق مش هيفرق، وكمان حطي شوية كده من الhot sauce اللي هو بيخلّيها spicy وتبقى جميلة، وشوية من الخل يعني 4 معالق كبار من الخل، وكوبايتين من المَيّة. كوبايتين المَيّة ممكن تستبدليهم بلبن، ممكن تستبدليهم ب7 بتبقى جميلة، بس أنا حبيت أعملها لكم النهارده بمَيّة وتبقى اقتصادية وهتاخدي طعم يجنن. الفراخ غسلتها كويس جدًا من المحلول اللي أنا كنت ناقعاها فيه، وشطفتها كويس جدًا وصفيتها في مصفى زي ما أنتِ شايفة. هاتيها بقى حطيها في التتبيلة بتاعتِك دي، وسيبيها قبلها في التلاجة بليلة كاملة، ممكن تسيبيها ليلتين عادي، ممكن تعمليها وتحطيها في الفريزر عادي. تعالي نعمل الcover نُص كيلو من الدقيق، عليه 5 معالق كبار هرميين من النشا، هرميين، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من البيكنج صودا أو اللي هي الكربوناتو، معلقة صغيرة ملح، وتعالي معلقة صغيرة من البابريكا المدخنة، وهننزل بمعلقة صغيرة من البصل البودر، وكمان معلقة صغيرة من التوم البودر، معلقة صغيرة من الكركم، وهننزل بشوية شطة الكمية اللي أنتِ حاباها، وربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، تمام، وقلبي كل بقى ده الcover بتاعنا اللي هو الغطا بتاعنا. هاتي بولة وحطي فيها كده شوية تلج، ونحط فيها كوباية مَيّة، وهانزل من التتبيلة، أساسي يا جماعة حطوا من التتبيلة في المَيّة، ما تخلوهاش مَيّة بس عشان تاخدي طعم تدعي لي عليه دعوة حلوة من قلبِك. لو أنتِ لسه متابعاني لغاية دلوقتي يالّا انزلي حطّي اللايك. تعالي بقى ننزل بقى بالدبابيس أو الفراخ بتاعتنا أيًا كان اللي هيطلع في إيديكِ وحظِك، وحطّيه في الدقيق وقلّبيه لا يقل عن 10 مرات. أنا باقول أهو وباعيد تاني لا يقل عن 10 مرات. انزلي بقى حطّيه في المَيّة بتلج وتعالي هنعمل نفس الخطوات، قلّبي كتير لا يقل عن 10 مرات. طيب ممكن تعملي إيه لو أنتِ مش عارفة تقلّبي، غطّي العلبة واقعدي قلّبي رُبّي فيها كده كويس جدًا، رُجّيها كويس جدًا زي ما أنتِ شايفة. حابة تعملي بقى كفرات أو تدخّني الcover بتاعِك، هتحطيها في المَيّة من مرتين ل3. تعالي بقى هنا معايا بقى زيت غزير حطيه في حلة صغيرة كده، عشان تسوّي بُصّي أنا باقول لِك الخطوات اللي تخلّيكِ تاخدي كل حاجة مضبوطة، تمام، تعالي بقى بُصّي حطيته في زيت غزير ما تكتّريش في الحلة، يعني الحلة بتاعتِك لو تاخد 3 لو تاخد 2 على حسب، أهم حاجة ما تلزّقيهمش ببعض، لو لزّقتيهم في بعض الcover هيبوظ وهتلاقي الفراخ باظت منِّك، أساسي أهو باقول لِك ما تلزّقيهمش ببعض، والحلة على النار الفراخ بتاعتنا أنا باعمل في التطبيق في الطاسة التانية اللي هاعمل فيها اللي هاقليها الفراخ، وخدتها من الدقيق نزّلتها في المَيّة وباقعد أقلّب فيها بالشكل اللي أنتِ شايفاه ده. تعالي بقى بُصّي حطيتها كمان مرتين في المَيّة عشان آخد cover تخين كده وعسل وقمر. تعالي بُصّي بقى هنا بعد تقريبًا مرور 8 دقايق بعد ما هي بُصّي ما بالمسهاش، بانزّلها في الزيت ما باجيش جنبها ولا بالمسها، غير أمّا ألاقيها كده اصفرِّت وخدت الشكل الجميل اللي أنتِ شايفاه ده، باقوم
قلبها على الوش التاني وخلاص. تعالي بقى باحب الولاد عندي بيتخانقوا على الحتت اللي بتقع دي من الفراخ، تجنن، باخدها أصفّيها والأحرف دي باخدها بارميها. تعالي بقى ننزل بتاني كده إيه، طاسة بتاعتنا، بُصّي أدي أول واحدة، تاني واحدة، تالت واحدة، مش لازقين في بعض تمامًا، كل واحدة بينها وبين التانية فاصل. أتمنى الفيديو النهارده عجبكم، لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. شايفين الجمال والحلاوة؟ يا جماعة أهم حاجة طلّعوها على مصفى أو شبكة ضروري، ضروري، اوعي تطلّعيها على مناديل مطبخ. أسيبِك مع الجمال والحلاوة دي في رعاية الله وأقول لِك سلام.